ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله كنتم الف خير واتم صحه كده واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقى جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد مختلف خالص عن الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقى كده اول يوم حضر لمودي وسليم. فصحيت من النوم بقى كده الساعه 7 كده الصبح. اول حاجه بدات بيها طبعا فتحت كده البلكونه كده قلت ايه، اهوي الشقه كده. معلش عشان صوتي، عشان انا بردانه شويه. وبعد كده دخلت على المطبخ بقى وهم كانوا لسه نايمين، ما صحيتهمش يعني، انا بصحى الاول قبليهم. بحضر لهم اللانش بوكس وكده، وبعد كده ببدا اصحيهم بقى. إيه فتحت كده العيش ده انا كنت بجيبه من فتح الله الصغير ده على قدهم يعني، عشان اعمل لهم الاتنين ياكلوهم، مع اني والله مش بياكلوهم، بيرجعوا بيهم تاني. بس بعمل لكل واحد كده اتنين. فعملت اتنين لانشون، وهعمل اتنين جبنه تركي. بحضر لهم بقى اللانش بوكس الاول واحط لهم حاجاتهم في الشنطه وكده، وبعد كده ببدا ان انا اصحيهم بقى والبسهم. إيه فانا عشان كده بحب اصحى قبل ما هما يصحوا يعني. طبعا ده كان لسه اول يوم ليهم في الحضانه. حاسه بقى ان انا متوتره كده وخايفه، اكني لسه اول يوم ليا انا بقى في المدرسه او حاجه زي كده. فكنت حاسه ان انا متوتره وقلقانه مش عارفه ليه. طبعا هما لازم في الحضانه بياخدوا معاهم سندوتشات، لازم يبقى معاهم يعني، بياخدوا سندوتشات وبياخدوا سناك اللي هو حاجه ياكلوها كده طول اليوم. فاحسن حاجه بقى تديها لهم، تديهم خضار وفاكهه. الحاجات دي كده لما يبقى معاهم اطفال كتير بتشجعهم، حتى لو هم مش بياكلوهم هتلاقيهم بياكلوهم يعني. أنا عيالي عمرهم ما كانوا بياكلوا الحاجات دي. اول يوم حضانه وكده، لما رجعوا لقيتهم اكلين الحاجات اللي سناك اكتر من السندوتشات، فاهمين يعني؟ اكلين الخيار، اكلين الجزر، الحاجات اللي انا بحطها لهم دي. فبدات بقى كده اقطع الخيار والجزر بشكل كده حلو بالقطاعه دي بتاعت قطعه بتقطعي بيها اي حاجه يعني، بتعمل الشكل الحلو ده. فقطعت الخيار بالشكل ده، وقطعت كمان الجزر بالطريقه دي. وبعدين هبدأ بقى اجيب اللانش بوكس كده بتاعهم. ده كده كان بتاع مودي. بدأت بقى كده انا احط لهم السندوتشات تحت، وعشان الجنب اللي تحت اكبر فبحط السندوتشات من تحت. بحط اتنين كده، وبحط لهم كمان اي بقى كيكة وعصير، كيكة وعصير، بسكوت وعصير. دي حاجة أساسية يعني، بديها لهم كل يوم يعني. الجنب اللي تحت ده مش بيتغير. بس أنا ساعات بدل السندوتشات مثلا الفينو بحط لهم توست. طبعا أنا بكلمكم النهاردة وبقى لهم في الحضانة بتاع 4 5 أيام. بس ده كان روتين أول يوم يعني، كان روتين عندي ومتأخر. حطيت لهم بقى كده عنب وبدأت كده ان انا ارص الخيار كده جنب بعضه. وكمان هحط جنبه الجزر. والجنب التاني كنت هحط لهم موزة يعني. بس الموزة كانت كبيرة، فقسمت الواحدة اتنين، حطيت لي ده نصها وده نصها. وكده خلاص خلصت اللانش بوكس. هبدأ بقى كده ان انا اقفله. ده كده اللانش بوكس بتاع مودي خلص، كله حاجات صحية ومفيدة. وطبعا الايام الجايه كده هديكوا افكار كتير قوي لللانش بوكس، وحاجات حلوه قوي هتعجبكم لو انتوا ولادكم في حضانه او في مدرسه او كده. وده كان بتاع سليم برضو، كنت خلاص خلصته، فقلت اوريه. كده خلصت الاتنين. وكمان كل اللانش بوكس جايباه مع الازازه بتاعته. وطبعا وريتهولكم في الفيديو بتاع المشتريات اللي قبل ده. فكده جهزت بقى كمان مليت لهم الميه. وهبدا بقى احطها لهم كده. بصوا هنا كنت حطيتهم في الشنط. الشنطه بتاعت مودي والشنطه بتاعت سليم. هما لسه ما استلموش الكتب بتاعت الحضانه، فمش بياخدوا اي حاجه في الشنطه غير اللانش بوكس بس والميه. نزلت بقى كده ورحت وديتهم الحضانه. ورجعت بقى البيت، قلت بقى كده اروق البيت كده واشوف اللي ورايا. كان عندي كام حاجه كده محتاجه تتعمل في الشقه. طبعا عشان موضوع الحضانه، فانا كنت متعوده بعمل البيت من بالليل. فدايما كنت بصحى الصبح يعني ما وريش اي حاجه، اللي هو لو هعمل الغدا وبس. بس طبعا دلوقتي الوضع اختلف، لان احنا بننام بدري. فمش بلحق اعمل حاجه بالليل، ممكن بس المواعين واشطب المطبخ قبل ما انام. وباقي الشقه بقى اقول لما مثلا اوديهم الحضانه وارجع، كده كده ببقى قاعده لوحدي. وببقى قلقانه عليهم بقى، وتفكيري ودماغي كله معاهم. فبحاول الهي نفسي باي حاجه عشان ما افضلش قاعده كده متضايقه يعني. لان طبعا انتوا عارفين بقى لما تبقوا متعودين ان عيالكم معاكم على طول، لما بيروحوا الحضانه وتلاقي نفسك لوحدك دي بتبقى بتضايق بصراحه. فقلت بقى الهي نفسي كده في الشقه باي حاجه. رحت دخلت بقى كده غيرت الملايه بتاعت سرير اوضه النوم. شلت الملايه القديمه كده اللي كانت مفروشه.
ونفضت السرير وعدلت الكفر كده كويس، وبدأت ان انا افرش الملاية التانية النضيفة. وهروق بقى كده باقي الشقة. انا اول يوم وديتهم الحضانة، هو المفروض الحضانة ميعادها من الساعة 8 لحد الساعة 2، بس طبعا عشان اول يوم وانا مش عايزة اضغط عليهم او اسيبهم فترة طويلة عشان ما يتضايقوش كده ويكرهوا الحضانة، فوديتهم من الساعة 9:30 او 9. لا انا نازلة من البيت 9، وصلنا الحضانة عقبال ما دخلتهم الحضانة وكده كانت الساعة 9:30. ورحت جبتهم الساعة 11، يعني سبتهم حوالي ساعة ونص ساعتين. ده عشان اول يوم بس، يعني هو اول يوم حضانة. لو انت هتودي ابنك او بنتك اول يوم بلاش تسيبيهم فترة طويلة، يعني على الاقل اول 3 ايام كده حاولي تسيبيهم ساعتين، زودي كده نص ساعة بالتدريج، ساعتين ونص، 3 ساعات كده، لحد بس ما يتعودوا على الحضانة. وبعد كده ممكن تسيبيهم الوقت كله عادي. طبعا انا كان عندي مشكلة. طبعا انا هنا بسجل لكم الفيديو وانا بقالي كام يوم بوديهم يعني. سليم الصغير اخد على الحضانة بسرعة اكتر من الكبير. موجي عشان كبير وانا اتأخرت عليه في موضوع الحضانة فمدوخني، على طول بيعيط مش عايز يروح. بيروح دايما بالعياط، وبسيبه هناك بالعياط، مش عارفة اعمل معاه ايه بصراحة، مش عارفة احببه فيها ازاي. مش بيرضى يروح خالص، حتى لو خدته ووديته الصبح بسيبه بالعافية، يعني بهرب منه بالعافية. بيقعد يعيط، بيعيط شوية وبيسكت، بس بيبقى زعلان. حتى لما بروح باخده بحس ان هو زعلان، عيط كتير، بيبقى باين عليه اللي هو عيط كتير، ويقول لي انا مش عايزه اروح الحضانه تاني. مش عارفه بقى ده عشان هو كبير، يعني هو 3 سنين وكام شهر، مش كبير. بس انا كنت عايزه اوديه الحضانه وهو اصغر من كده. سليم لسه 3 سنين، سليم سنتين. فانا كنت بقول صغير، بس انا مبسوطه ان انا وديته. هيتعود على الحضانه اسرع وهياخد علاء اسرع من مودي كمان مسك فيا قوي. فيا ريت تقولي تجربتكم كده، لو انتوا طبعا عندكم ولادكم في حضانه، عملتوا ايه معاهم عشان يحبوا الحضانه وكده. قولي تجربتكم في الكومنتات. تمام. هنا كنت خلاص بقى خلصت السرير بتاع اوضه النوم، دخلت بقى على المطبخ. انا ما كانش عندي مواعين كتير زي ما قلت لكم، الحاجات دي بس مطرح ما عملت لهم اللانش بوكس الصبح اللي قطعت عليها، والسكينه والطبق ده كان فيه عنب كده وكان خلص. قلت اغسل الحاجات اللي انا استخدمتها الصبح، لما انا كنت سايبه المطبخ بالليل ما فيهوش مواعين خالص. فبدات بقى كده اللي انا اغسل المواعين كده كلها، او زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى اللي انا اغسل الحوض. زي ما قلت لكم المطبخ عندي كان نظيف، ما كانش فيه اي حاجه. انا عايزه اقول لكم اني مش قادره اتكلم بجد، البرد مضايقني قوي. فاستحملوني بقى. شطفت بقى كده الحوض مطرح ما غسلته. وهبدأ بقى كده ان انا انضف الرخامات كده حواليا، وامسحها كده كويس عشان الصابون ده مطرح المواعين وكده. كده مسحتها، انشفها بقى كويس، واغسل طبعا الفوطة على طول انشفها عشان اعرف امسح بيها. طبعا الباسكت بتاع الكمامة ده مسكته غسلته. وقبل ما بحط فيه الكيس برش كده فيه معطر، وبعد كده بحط كيس عشان ما يعملش ريحة. بلبسه بقى كده كيس، وبعد كده هقفل بقى الغطا. آه، اهو زي ما انتوا شايفين كده. حلو الباسكت ده، احسن من الباسكت الكبير بصراحة. انا كنت طبعا لما الغسيل طبقت الغسيل بتاع اوضه النوم ورصيته في الدولاب، وطبقت كمان الغسيل بتاع العيال، وكان فاضل الفوط بتاعه المطبخ دي. مسكتهم بقى كده، قلت اطبقهم واحطهم كده في الدرج بينفعوني بصراحه. انا عندي كذا فوق، بحب فوط المطبخ تبقى كتير بستخدمها كتير، وبعد كده بغسلها وبطبقها بتبقى نظيفه زي الفل ما فيهاش اي حاجه. فطبقتهم كده كلهم، وهبدا بقى كده احطهم في الدرج، وانضف بقى الرخامه دي كده همسحها. إيه كده خلاص خلصت المطبخ. طلعت بقى كده على الريسبشن، جبت فوطة كده فيها جلانس، بدأت كده اللي انا ألمع الإزاز بتاع البوفيه وبتاع كمان السفرة عشان التراب وكده. كنت فاتحة البلكونة وكده، فملت كده الإزاز تراب، والإزاز كمان الغامق بيبان فيه التراب بسرعة. فمسحته كده كويس، لمعته، ورجعت بقى المفرش كده مكانها. طبعا أنا قلت اخلص كده اللي ورايا كله سريعا، عشان زي ما قلت لكم انا بسيب العيال ساعتين بس والحق اروح اجيبهم. فحاولت اخلص كده اللي ورايا كله بسرعه. بصوا البوفيه كده خلاص خلصته كده، برضو بدات امسح ازاز السفره. وكده خلاص بقى خلصت السفره. كنت جايبه العيال في المشتريات، ورقتها لكم كيس بونبوني كده، فضيته كده في البونبونيره، وهي حطيته على السفره كده مكانه، اهو ده شكله. ورجعته بقى كده مكانه على السفره تاني.
دخلت بقى كده على البلكونه، قلت انضفها كده كويس. كان عندي غسيل كده عايز يتنشر. طبعا أنا حياتي كلها بنشر غسيل وبلم غسيل وبطبق غسيل، اكتر حاجه بعملها في يومي. فبدات كده ان انا اكنسها كده كلها واطلع الم التراب اللي فيها، عشان اقف كده انشر الغسيل والدنيا تبقى نظيفه ما فيهاش تراب. دخلت بقى طبعا على اوضه الليفنج، خليتها زي الفل اهي، نضفتها وغيرت الفرش بتاعها والدنيا كانت تمام. جبت بقى المكنسه بالكهرباء وبدات بقى ان انا الم التراب كده بتاع الشقه كلها. انا الشقه عندي كنت خلاص بقى خلصتها وكانت نضيفه، بس كانت متربه بقى والسجاد مليان تراب وكده. مسكت كده المكنسه وبدات الم كده حوالين الحته بتاعه الركن اللي بنقعدوا فيها على طول. وبقيت الشقه بقى كلها كده بالمكنسه، خدتها كلها السجاد كله بتاع الصاله والريسبشن، الريسبشن قصدي، والليفنج والطرقه واوضه النوم والمطبخ وكله واوضه الاطفال كمان. يعني انا كنت طلعت على الصاله عشان اتاكد بقى ان كل حاجه بقت نضيفه. انا دايما حتى لو مش بروق، يعني حتى لو مش بروق الشقه كل يوم والشقه بتبقى نظيفه ومترتبه، لازم كل يوم بالمكنسه بالكهرباء كده امشي على الشقه كلها عشان تبقى دايما الارض نظيفه وما فيهاش تراب. فالحاجات دي يعني الحاجه دي من الحاجات اللي انا متعوده عليها. لو يعني اوضه الليفنج بتتروق كل يوم تقريبا، كل يوم، وساعات مرتين وثلاثه في اليوم. الشقه كلها مش كل يوم بصراحه، لان الريسبشن محدش بيقعد فيه واوضه الاطفال محدش بيدخل فيها. بس اللي بعمله كل يوم ان انا لازم اكنس الشقه كلها بالمكنسه بالكهرباء، وامسح بقى حته السيراميك اللي هي ما فيهاش السجاده اللي هي باينه، يعني فاهمني. وطبعا المواعين على طول ما بسيبش مواعين في الحوض. فانت لو مشيتي على الحاجات دي وعملتي كده على طول هتعودي نفسك، وهتلاقي دايما شقتك نظيفه ما فيهاش اي حاجه. انا يا جماعه مش بشكر في نفسي والله، بس انا بحب النظافه جدا، بحب تبقى الشقه دايما نظيفه، بحب ريحه النظافه كده. إيه، نفسيتي بترتاح طول ما الشقه نظيفه. يعني انا نفسيتي متوقفه على نظافه الشقه بصراحه. مسكت بقى كده الجردل الشرشوبه بتاعتي كده، وحطيت فيها شويه معطر وشويه كلور من اللي هو بتاع الارضيات. وبدات بقى المع الحتت اللي هي عرينه اللي بقول لكم عليها. بصوا، مسحت بقى الحتت اللي باينه كلها اللي ما فيهاش سيراميك، بدات ان انا امسحها كده كلها وزي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى بعطر بقى الشقه كلها. وبعد كده بقى في البلكونه وخلاص بقى كده خلصت الشقه كلها بقت زي الفل. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو بتاعي متنسيش تعملي لايك آه للفيديو واشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفي الفيديو بتاعي، عشان يوصلك مني كل اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. و تشجعيني كده وتعملي نعمل فيديوهات اكتر. عطرت بقى كده الشقه كلها. هطلع بقى كده على الريسبشن، كان زي ما قلت لكم عندي غسيل كده بعد ما نضفت البلكونه، فاخدته كده جبته هنا وكده كنت خلاص بقى نشرته كده يتشمس شويه، كان لسه الشمس ما طلعتش قوي. وبعد كده اخر حاجه بقى دخلت على الحمام، قلت بقى بعد ما خلصت الشقه كلها قلت بقى كده انضف كده الحوض والتويليت. برضو من الحاجات اللي برضو هتخلي حمامك دايما نضيف، خلي كل يعني انا حاطه سفنجه كده في الحمام كل يوم، وساعات مرتين في اليوم. انضف الحوض والتويليت الاتنين دول كل شويه بعملهم. لكن باقي الحمام كله مره كل اسبوع. يعني لو انت بتنضفي كل يوم الحوض والتويليت بتاعك هتلاقيه دايما نظيف وريحته حلوه بصراحه، مش بيعمل ريحه خالص. وتحس ان الحمام بتاعك يتقعد فيه كده من كتر النظافه. فعملت بقى الحوض وكمان بعمل التويليت اهو. هبدا بقى كده اللي انا اشطفهم واكب كده ميه في الارض وانزل كده كل الحاجه اللي في الارض. وبعد كده افرش بقى سجادة الحمام ويبقى كده المطبخ خلاص. وكمان بدأت بقى نضفت كمان اوضه النوم والطرقه. وكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه لو عجبك الفيديو، وشجعوني كده ودعموني ان انا اعمل فيديوهات اكتر الفتره الجايه. وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير، وكمان هعمل لكم افكار كتيره للانش بوكس ان شاء الله هتفيدكم وتعجبكم. وانا كنت خلاص بقى خلصت والدنيا بقت زي الفل، وهنزل بقى اجيب العيال من الحضانه. عايزه اقول لكم بصوا كانت لنا الساعه كام؟ كانت الساعة 11 وربع وكنت مخلصة كل اللي ورايا. طبعا الصحيان بدري كده في بركة. يلا مع السلامة يا حبيب قلبي، في حفظ الله ورعايته.